السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو خالد من قناة ذا سامري نولج. ايه الاخبار يا جماعة؟ عمركم فكرتوا في فلسطين قبل كده؟ فلسطين ارض الانبياء ومهبط الحضارات، بس خليني اقولك ان فلسطين دي كمان هي الارض اللي كانت زي ميدان العتبة، اللي يجي يبيع حاجات والتاني يخش يقوله حلوة البضاعة دي انا هاخد منها تاني. يعني ببساطة يا جماعة، لو عايز تتعلم ازاي تعمل فوضى بشكل محترم اتعلم من فلسطين القديمة. أول ناس عاشوا في فلسطين كانوا الكنعانيين. دول بقى كانوا عاملين زي الناس اللي بيفتحوا محل فول وطعمية في نص المدينة. كان كل اللي معدي لازم يخش يدوق الأكل الجميل جدا اللي بيعملوه. كانوا كمان شاطرين في مجال الزراعة والتجارة، وكانوا عاملين لنفسهم سمعة زي الشاذلي كده لما بيقولك البامب بإيه ب150 جنيه. برضه زمان في فلسطين كانوا الكنعانيين دول كانوا عاملين زي الشاذلي بالظبط، بيتاجروا في أي حاجة، بيعملوا صفقات، بيتاجروا في التجارة وفي الزراعة، بيعملوا في أي حاجة بيعملوا عليها عروض وكلام زي كده. بعد ما الكنعانيين جم بفترة جم الفينيقيين، ودي بقى كانت ناس بتوع مافيا البحر، واحنا بدأنا نتعلم منهم اصلا في موضوع ان هم كانوا بيمثلوا اكتر حاجة عندهم مهمة اللي هو الشحن الدولي، اللي هم اشتغلوا في التجارة بين الشرق والغرب في البحر المتوسط، عاملين زي تكاتك واوبر بس حاجة كده على قديمه. بس مع ذلك الموضوع الشحن الدولي ده ما كانش مشهور جدا زمان، ان هما كانوا بيقولوا ايه بقى، احنا هنا وهنفضل هنا لحد ما نمل من نفسنا. بعد ما الفينيقيين جم بفترة جم بعدهم على طول المصريين، واللي كان زي عم الجد بتاع الفول اللي كان كل يوم لازم يعدي على الشارع ويقول صباح الخير يا جماعة، الفول النهاردة بالقشطة. المصريين وبالذات الفراعنة كانوا دايما عايزين يقولوا كلمتين في فلسطين، طبعا مش لانهم محتاجينهم، لا خالص، ده كان مجرد عشان يقولوا لهم احنا هنا وده محدش يقدر علينا. بس المشكلة مع ظل الظروف اللي بيحصل دلوقتي مع فلسطين، اقل حاجة احنا نقدر نقدمه بدعم ان احنا نشترك في القناة ونفعل زرار الجرس عشان نقدر نوصل عدد المشتركين اللي احنا عايزينهم، عشان نقدر نفعل الربح ونودي فلوسنا لفلسطين. بعد ما المصريين جم بفترة جم بعدهم البابليين والأشوريين، اللي كانوا عاملين زي اللي عايزين يعملوا خناقة في الحارة، وكانوا واخدين عافية على كل اللي موجودين في فلسطين. من بعد ما اتكلمنا عن فلسطين في العصور القديمة، تعال بينا بقى نتكلم في العصور الوسطى. في الأول كده العصور الوسطى عن فلسطين كانت شبه مطعم كبير، الناس كانوا عايشين في جو من التآخي والتعاون، لكن في نفس الوقت كانت الدنيا سخنة أوي، الحروب شغالة زي الفشار على النار، صليبيين من هنا مسلمين من هنا، وكل واحد فيهم بيحاول يثبت نفسه. طبعا زي ما اي حد في الزمن ده بيعمل، اهل فلسطين كانوا بيتعاملوا مع الحياه بالعافيه زي اي حد في العصر دون، كانوا بيزرعوا الارض وبيعتمدوا على الزراعه والري. والمزارعين الفلسطينيين كانوا ممكن يخلوك تحب الجرجير اكتر من الفراخ المشويه، وكل يوم عندهم كان زي حفله شواء كده، مش في العزومات بس، لا ده كان جزء من الحياه اليوميه. ونخش بقى على الحروب الصليبيه وتاثيرها على الفلسطينيين، وخش بقى على الجزء دون بالذات ان ده جد شويه، بس ما تخافوش هنزود شويه فلفل على الكلام. في القرن ال11 الحروب الصليبيه بدات تشتعل زي النار في الهشيم. الفرنجه اللي هم الصليبيين يعني كانوا فاكرين نفسهم رايحين رحله بحريه للمصيف، لحد ما لقوا نفسهم في قلب المعمعه. القدس كانت من اهل المدن في فلسطين، وكانت عامل زي الكيكه في وسط الترابيزه، يعني الكل عايز يشد حته، المسلمين من ناحيه والصليبيين من ناحيه، وهم طبعا كانوا على طول بيتنافسوا عليها زي ما احنا بنعمل كده في اخر حته بيتزا، وكل ما يجي حد يكسب معركه التاني يقول لا ويقوم حرب تاني. وهذا كان عامل زي مباراه كوره كده، ماتشات اللي احنا بنتفرج عليها. انتوا عارفين طبعا احنا كعرب عندنا حب الكوره ما يتوصفش. نيجي بقى للشخصيات التاريخيه في العصور الوسطى. الشخصيات اللي عملوا شغل في الوقت ده طبعا اشهر واحد فيهم هو صلاح الدين الايوبي. الراجل ده كان زي الكابتن بتاع الفريق اللي جاب الجون اللي خلص المباراه على طول. صلاح الدين كان شاطر جدا، كان بيستخدم عقله اكتر من سيفه. الراجل ده لما دخل القدس ما عملش زي اللي قبله، لا ده عمل حركه ذكيه شويه وخلى المدينه تحت سيطرته من غير ما يخلي الناس تكرهه. وفي شخصيه تانية برضو مهمه، ملك الصليبي ريتشارد قلب الاسد. الراجل ده كان فاكر نفسه رامبو زمانه، بس لما جه يواجه صلاح الدين الايوبي لقى نفسه في ورطه على طول، وما قدرش يسلك اساسا معاه ب5 جنيه حتى. ونخش بقى على الحياه الاجتماعيه والثقافيه ونتكلم عنها شويه. في العصور الوسطى فلسطين كانت مليانه مدارس وجوامع، كان عندهم علماء يعني زي عسل النحل كده، كل واحد كان عنده معلومه وعلوم كتير جدا ولا كانوا حتى يحصوا، بس كانوا بيسلكوها بالطرق اللي كانت متاحة ليهم. لو جينا بقى ناحية الأكل كان أكلة فلسطينية مفضلة هي المجدرة، اللي هي عيش وعدس. الناس كانوا بياكلوها ويقولوا العيش بيكبر العقل
والعدس بيكبر العضلات، والميه كانت زي الذهب لدرجه ان لو حد شاف فير كان بيعملوا عليه حفله. وفي النهايه دي كانت لمحه بس بسيطه عن فلسطين في العصور الوسطى اللي كان فيها من حروب وصراعات، لكن كمان حياتهم اليوميه وعاداتهم وتقاليدهم كانت حلوه. وفي الاخر بقول لكم زي ما اهل فلسطين كانوا بيواجهوا الحياه في الزمن ده بكل ما فيه من تحديات، زمان كان برضه لا بيعملوا كل ده، واحنا لازم نواجه حياتنا بكل ما عندنا بصمود وكمان بابتسامه. بعد ما اتكلمنا عن العصور الوسطى في العصر العثماني هنتكلم عن الحكم العثماني والنهاية. نبدأ القصة مع آخر أيام الحكم العثماني. العثمانيين كانوا عاملين زي الراجل الكبير اللي قاعد على الكرسي ومش عايز يقوم، بس في الآخر الدنيا غلبته، الإمبراطورية العثمانية ضعفت وفلسطين بقت زي الفاكهة اللي الكل عايز يقطفها. الإنجليز قالوا إحنا هنا عشان نعمل شوية ترتيب في المنطقة، والفلسطينيين قالوا هو مين اللي دعاكم؟ الدنيا بقت زي مولد، كل واحد عايز له نصيب. ثانيا وعد بلفور في 1917 جه وعد بلفور اللي كان زي حد جاي يقول لك انا جايب لك هديه بس انت مش هتستفيد منها. بلفور قال احنا هندي اليهود ارض في فلسطين عشان يعملوا دولتهم. طبعا الفلسطينيين اتصدموا وقالوا ازاي يعني تدي ارضنا لحد تاني؟ الموضوع كان عامل زي اللي بيقسم كيكه وهو لسه ما طلبش اذن صاحبها. من هنا بدات الدنيا تغلى والناس بدات تحس ان في حاجه غلط كبيره بتحصل. ثالثا الانتداب البريطاني. نيجي بقى لمرحله الانتداب البريطاني اللي كانت زي المدرس اللي مش عارف يسيطر على الفصل. الانجليز قعدوا يحاولوا يمسكوا العصايه من النص بس الدنيا كانت خارجه عن السيطره. الفلسطينيين كانوا عايزين يستقلوا واليهود كانوا عايزين يبنوا دولتهم، وفضلوا الانجليز زي اللي بيطفوا نار في كل حته والكل بيهتف مش هنسكت. رابعا النكبه 1948. نيجي بقى لسنه 1948 اللي حصلت فيها النكبه دي بقى كانت زي كابوس. الناس اتصدمت وفقدت بيوتها واراضيها. اليهود اعلنوا قيام دوله اسرائيل والفلسطينيين اتشردوا زي اللي حد سرق بيته قدام عينه ومش عارف يعمل ايه. النكبه كانت بداية حياة جديدة للفلسطينيين، بس حياة مليانة ألم وتحديات. الناس اتفرقوا في كل مكان بس كانوا دايما بيقولوا هنرجع في يوم من الايام. خامسا الانتفاضات الفلسطينية. في الثمانينات بدأت الانتفاضة الفلسطينية الاولى. الفلسطينيين كانوا عاملين زي اللي بيقولوا كفاية بقى مش هنسكت. الشباب الفلسطيني خرجوا في الشوارع يعشقوا الحجارة، والانتفاضة كانت زي عاصفة خلت العالم كله ينتبه لقضيتهم. وبعدها في سنة 2000 جت الانتفاضة الثانية اللي كانت زي العودة للمواجهة. الفلسطينيين كانوا مصممين انهم مش هيتنازلوا عن حقوقهم مهما كانت الظروف. سادسا العصر الحالي. ان هذا الصراع لسه مستمر بس الفلسطينيين بقى عندهم وعي اكتر وصمود اكبر. رغم كل التحديات لسه واقفين على رجليهم وبيواجهوا الاحتلال بكل قوة. القضية الفلسطينية بقت رمز للحرية والصمود، والكل بيتعلم منها ان اللي عنده حق مش هيسكت عليه. الفلسطينيين بقى عندهم هدف واضح وبيقولوا للعالم كله احنا مش هنسيب حقنا وهنفضل نكافح لحد ما نرجع كل شبر من أرضنا.